عذرا يا أفريقيا، عذرا يا ترجي، عذرا يا تونس، إنه النادي الأهلي. عذرا يا أفريقيا، عذرا يا تونس، عذرا يا ترجي، عذرا يا جماهير الترجي. بس هنعمل ايه؟ ده النادي الأهلي. النادي الأهلي صانع المعجزات وصائد الجوائز. النادي الأهلي صائد البطولات. النادي الأهلي اللي مهما نتكلم عليه مش هنوفيه حقه. نادي الأهلي نادي القرن على ملعب الترجي، وكمان على أرضه في رادس بنكسبه بتلاتة في عز ما الناس كلها قالت ان احنا هنخرج الماتش ده لان الماتش هيبقى صعب ب1-0 2-1 2-0. لكن النادي الاهلي بيشقلب كل توقعاتنا. النادي الاهلي بيكسب وبيخرج من ماتش النهارده ب3-0. مليون مبروك. طبعا من حقي ان انا بقى كنت اطلع وهيص بقى وبصوا وهنعمل هالليله، بس انا سايباها لليله الكبيره، سايباها للنهائي، عشان وقت ما يجي النهائي بصوا هنخربها كلنا. لا، مين قال النادي الاهلي يا جماعه؟ ده لو الواحد جوه اللجنه هيطلع له برضه عادي جدا. الواحد لو بيمتحن كده ومعاه ورقه الاجابات والنادي الاهلي بيلعب ماتش ولا هيفرق معاه، هيطلع برضه للنادي الاهلي وهيصور للنادي الاهلي لانه النادي الاهلي. يا ترى يا كولر كام ثلاثيه يا كولر كسبت بيها الفرق؟ 12 يا كولر، 12. هنعد وهندخل وهنقول ايه الفرق اللي احنا كسبنا بيها في الثلاثيه بالثلاثه. بس كل اللي انا عايزه اقوله، بس في حاجه كده انا عايزه اقولها، ان الترجي ده كان اول مجموعه الزمالك. الترجي كان اول مجموعه حصاله المجموعه، كان اول مجموعه الزمالك، تمام؟ وفي عز ما كل الدنيا قعدت تقول ان الاهلي خلاص الترجي فوق، الاهلي هيخرج، الاهلي كمل والاهلي صعد كمل للنصف النهائي وكسب الترجي اللي اول مجموعته ب3-0 على ارضه. لاول مره الترجي بيخسر على ارضه ب3-0. سكور عالي جدا. احنا كده هنلعب المباراه اللي على ارضنا هنا واحنا مرتاحين. مباراه العوده هنلعبها واحنا مطمنين، ومن التالتة شمال بنهز جبال. واحنا النادي الاهلي هنقول على الضغوطات والمباريات الكتيرة، بس هنيجي ونتكلم برضو ونقول ان ده النادي الاهلي. ان النادي الاهلي دلوقتي بقى الحمد لله واصل لحتة ان مهما كان فيه ضغط مباريات، مهما كان فيه ضغط في السفر، لان انتوا عارفين برضو من المغرب من الامارات اللي كان بيلعب فيها مع بيراميدز، والقاهرة تونس والجزائر، فاحنا عمالين ننط البلد لبلد لبلد. بس برضو النادي الاهلي رغم كل ده، لان النادي الاهلي برضو محافظ على ادائه، مفيش توتر من اللعيبه. والشناوي طبعا لما بيفوق فوقته، مش محتاجين ان احنا نتكلم عن الشناوي. ومش كل لايف بقى بعد كده خلاص مش هطلع بقى اتكلم عن الشناوي كل لايف، خلاص اتعودوا بقى، اتعودوا ان الشناوي طالما رجع خلاص. اي نعم ما كانش فيه كور كتيره قوي في المباراه ده، هما كام كوره بس، برضو الشناوي كان مركز في المباراه جدا، كان طلعاته كلها سليمه في مباراه النهارده. خط الوسط رمانة ميزان اي فريق هو خط وسط، ورمانة ميزان النادي الاهلي هو خط وسط النادي الاهلي. النادي الاهلي بيهاجم النهارده، بيدافع النهارده، في خط الوسط مركز النهارده وخط الوسط شغال. الليفل النفسي والليفل البدني للعيبه بقى عالي جدا ما شاء الله عند النادي الاهلي. كولر، كل اللي انا عايزه اقوله ان كولر انت حقيقي ما شاء الله على المستوى اللي انت خليت فيه النادي الاهلي. انت عليت بالنادي الاهلي اكتر ما هو كان عالي اساسا. الناس اللي عماله تقول برضو، كان في المعلق اللي بتفرج على المباراه كان بيقول النادي الاهلي ريال مدريد القاره السمراء. هو ليه اصلا احنا نشبه النادي الاهلي بريال مدريد؟ ليه نشبه النادي الاهلي بريال مدريد؟ ريال مدريد عندهم والنادي الاهلي عندنا. انت اوعى تقول خالص ان النادي الاهلي زي فريق. النادي الاهلي ما يتشبهش بحد. النادي الاهلي لا يقارن باحد. النادي الاهلي هو نفسه، هو ذاته. كولر بص يا كولر، انا مليون مره طلعت وقلتها،
انت عملت اعاده تدوير للعيبه يا كولر. انت خليت الاساسي بيلعب باحترافيه واللي على الدكه برضه بيلعب باحترافيه. انت خليت يا كولر ان ما شاء الله في ذكاء وانت بتلعب يا كولر. انت حقيقي في تكتيك في الملعب. ان احنا كنا نازلين النهارده في فرص ضاعت. انا رغم الانفرادات اللي حصلت احنا كان ممكن نخرج النهارده ب5 ولا 6 يا جماعه. الصراحه مبسوطه بالنتيجه برضو. ال3 كويسه جدا، ولو كنا كسبنا اعلى من كده كانت هتبقى كويسه. لما تكون نازل وفي اول 10 دقايق في الدقيقه الثامنه تحرز هدف من بيرسي تاو، وغير كده لما يكون برضو الهدف الثاني من بيرسي تاو، اقول لكم ايه، الهدف الثاني بيرسي تاو ده كوم تاني خالص. يعني الهدف الثاني اساسا قبل الثالث هو اللي خلص المباراه كلها. لما تكون يا بيرسي تاو انت في الهدف الثاني انت جايب الهدف وانت مريح دماغك على الاخر. انت في 3 مرات كنت هتشوط فيهم وهديت. المره الاولى طب استنى اعدل، المره الثانيه لا اظبط زاويتي، المره الثالثه لا استنى، المره الرابعه شاط. كولر بقى موصل اللعيبه لحته ان هو انتوا ارتاحوا وانتوا بتشوطوا. اهداف الاهلي النهارده كانت كلها مرتاحه جدا. النادي الاهلي النهارده كان مستحوذ على المباراه بنسبه كبيره. النادي الاهلي ما كانش مخلي الترجي يمسك كوره النهارده. النادي الاهلي كان ما شاء الله على اللي هو عمله النهارده. كولر رايح رادس ان هو يكسب مش يتعادل. كولر كان ماسك الماتش خالص النهارده. دفاع شغال، خط الوسط شغال، هجوم شغال. كولر لعب بخطه 4-3-3 والخطه كانت ناجحه جدا. خلى حمدي فتحي ومروان بينقلوا من الدفاع للهجوم لخط الوسط، ومن هنا لهنا 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 كانوا شغالين. خط الوسط النهارده كانوا شغالين في المباراة كلها، من الدفاع ينطوا للهجوم للوينجين للشناوي، وكانوا يعني حقيقي الله اكبر الله اكبر على اللي الاهلي وصل له. مليون 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 مبروك، فزنا. النتيجة مهمة جدا ان احنا نكسب ب3 على ارضهم. احنا كده ان شاء الله هنبقى مرتاحين في مباراة العودة. اظن ان النادي الاهلي هيجي يلعب هنكون مرتاحين، بس برضو عايزين نخرج بسكور برضو عالي. عبد المنعم يا عبد المنعم، عبد المنعم لو هنتكلم ونقول ان انت اصلا لاعب دولي يا عبد المنعم، لو هنتكلم ونقول ان انت مفيش ماتش بتريحه، وهنتكلم برضو ونقول ان انت يا عبد المنعم من احسن المدافعين، اسمك ده يا عبد المنعم المفروض يتحط في مكان لوحده. انت حقيقي يا عبد المنعم ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا عبد المنعم في اللي انت بتعمله في الماتشات. دوري بقى، افريقيا، بنلعب في كاس العالم للانديه، اي بطوله احنا بنلعب فيها عبد المنعم هتلاقيه شغال ما بيريحش. عبد المنعم ياسر برضو كان عامل مجهود النهارده، بس اشمعنى انا قلت عبد المنعم؟ هقول لكم ليه قلت عبد المنعم. ياسر بيبدل هو ومتولي، لكن عبد المنعم مش بيبدل. عبد المنعم مكانه محدش بيقف مكانه. لما تكون فرقتك برضو رغم ان انت محتاجين يعني صفقة المهاجم ما تمتش، ما عندناش بديل لعلي معلول، لان كل ده ان برضو علي معلول مش بيريح، فريقك مش بيريح وبيلعب، وبعيد عن كل ده كمان هو مركز ان هو ما يضيعش اي مباراة من ايده، ولا يلعب على تعادل ولا اي حاجة، حتى وهو تعبان ومرهق وعنده اجهاد، الا انه لا، هو نازل المباراة دي حياة او موت، احنا لازم نكسبها عشان جمهورنا يفرح. النادي الاهلي ما بقاش مثلا يكسب ان هو السكور اللي بيخرج بيه مثلا جون بالعافية، لا بالعكس، ده بقى بيخرجنا بنتيجة تفرح جدا. 2 بيدي، 3 بيدي، وغير كده كمان الانفرادات اللي بتحصل في المباراة، الفرص الكتيرة اللي بتضيع في المباراة. فعشان كده كل اللي انا عايزة اقوله ان النادي الاهلي بقى في حتة تانية خالص. النادي الاهلي وصل لليفل عالي جدا. لو حطينا النادي الاهلي في كفة وكل الفرق المصرية في كفة، عمرها ما هتوزن كفة النادي الاهلي. تاني، لو حطينا الكفة النادي الاهلي وقصادها كفة الفرق كلها اللي بتلعب في مصر، يعني حطوا كل الفرق في كفة والنادي الاهلي في كفة، مش هتيجي نص كفة النادي الاهلي ومش هتوزن كفة النادي الاهلي. ليه؟ لان كفاية عليكم ان انا اقول لكم ان ده النادي الاهلي، كفاية عليكم اقول لكم ان هو ده النادي الوحيد اللي معلي ومشرف اسم مصر. النادي الاهلي مش مركز بقى في كل اللي بيحصل بقى، ولا تقول لي احنا كلنا شايفين
وبنتفرج وبنسمع اللي بيحصل في الكرة المصرية. النادي الاهلي بقى في عالم موازي، في عالم تاني خالص، واخد جمهوره ورايح لعالم تاني خالص، مش بيفكر ايه اللي بيحصل ومين بيقول هنا وده استقال وده عمل وكده. النادي الاهلي في كفة بإدارته بجمهوره بلعبته، فكل اي حد بيلعب في النادي الاهلي حقيقي ما شاء الله على اللي بقى بيعمله مع النادي الاهلي. الاهلي اللي لسه واخد السوبر اصلا من بيراميدز، النادي الاهلي اللي لسه واخد كاس مصر، النادي الاهلي اللي متصدر الدوري. ده النادي الاهلي اللي اقوى هجوم واقوى خط دفاع في الدوري. النادي الاهلي اقوى هجوم واقوى دفاع في الدوري. النادي الاهلي اللي بيكسب الترجي في رادس ب3 على ملعبه، والاول مرة بيقرب على النهائي النادي الاهلي وهو مرتاح كده. يعني النادي الاهلي الاول مرة 3-0 على ملعب الترجي بيكسبوا. ايه يا ترجي ده؟ عشان ده النادي الاهلي، عشان هو بقى واخد على الضغط وبقى واخد على النهائيات وبقى واخد على البطولات. هو ده النادي الاهلي. افريقيا بتحب النادي الاهلي والنادي الاهلي بيحب افريقيا. البطولات بتنده على النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعشق البطولات والبطولات بتعشق النادي الاهلي. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ هنتكلم عن اللعيبه اللي في المباراه، فاحنا مفيش لاعب اثر في مباراه النهارده. خط الدفاع بالشناوي، الباكين، قلبين الدفاع، هنتكلم عن خط الوسط والهجوم. تشكيل النادي الاهلي اللي كان بيلعب بيه النهارده: الشناوي في حراسه المرمى، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم قلبين دفاع، باك رايت محمد هاني، وباك ليفت علي معلول. في خط الوسط ثلاثي خط الوسط المفضل ليا: ديانج الدبابه، ديانج، مروان عطية اللي عنده بعد نظر رهيب جدا في الملعب، وغير كده كمان ده بيلعب في الدفاع، بيلعب في الهجوم، بيلعب في خط الوسط، بيلعب في اي مكان بتبص عليه بتلاقي مروان عطية شغال. وحمدي فتحي الجوكر، حمدي فتحي اللي انا مش محتاجة اقول ان كلنا بنشوف اداؤه وكلنا شايفين هو عمل ايه. حمدي فتحي وعبد المنعم عليهم نقلات ما شاء الله. حمدي فتحي يا جماعة ان هو بيجيب مثلا الكرة من خط الوسط للدفاع للهجوم. حمدي فتحي شغال من ساعة كاس العالم واللاعيبة اتغيرت، من ساعة كاس العالم واللاعيبة فاقت فاقة ما شاء الله عليها. اللعيبة فاقت فوقة رائعة جدا، وخصوصا حمدي فتحي وكلهم كمان. هنتكلم برضو ونقول ان ثلاثي ديانج ومروان وحمدي فتحي، الشحات وبيرسي تاو في الوينجين، ومهاجم صريح كهربا. بس قبل ما ندخل على كهربا اقول لكم لا نتكلم عن كهربا، لان كهربا هو الاسيست الاول للهدف الاول. بص يا كهربا، مبدئيا كده يا كهربا انت ما شاء الله بتعرف تحط جوانك صح يا كهربا. انت بتعرف تحط جوانك صح يا كهربا، بتعرف تحط جسمك صح يا كهربا. وبعيد عن كل ده يا كهربا، انت سبب من نجاح الاهلي في بطولة افريقيا الموسم ده. انت ساهمت في نجاح النادي الاهلي في الموسم ده في افريقيا، وانت سبب ان شاء الله النادي الاهلي هياخد افريقيا باذن الله. تاو واحده كمان، بيرسي تاو. ايه يا بيرسي تاو؟ انت الافعى الحمراء يا بيرسي تاو، انت الافعى الحمراء في النادي الاهلي. بيرسي تاو الله اكبر عليك، ايه اللي انت بتعمله ده يا بيرسي تاو؟ انت مستغنيص وانت بتجيب الجون يا بيرسي. انت الهدف الاول حكايه والهدف الثاني روعه، الهدف الثاني ده روايه. الهدف الثاني يا بيرسي تاو انت جايبه بمعلمه. انت بص، انت وقفت ظبطت زاويتك 3 مرات، اشوط لا ما شوتش، اعدل نفسي، اشوط لا ما شوتش، اظبط زاويتي، اشوط لا ما شوتش، والله خلاص هشوط المره دي انا ظبطتها خلاص. فانت يا بيرسي تاو انت ظبطتك قوي. انت من ساعه ما رجعت من كاس العالم ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ وبيرسي تاو من اللعيبه المستوى كل مره في الاحسن واللي بيثبت كل مره ان هو من اللعيبه اللي حقيقي فعلا قد تيشيرت النادي الاهلي. كل ده من كولر. معلول برشا يا حبيب الاهلاويه، علي معلول يلي بتلعب في بلدك يا معلول وما همكش يا معلول، وفضل انتمائك للنادي الاهلي يا معلول، وفضلت
عند ولائك لتيشيرت النادي الاهلي اللي انت لابسه. معلول يا معلول، معلول يا اللي كل مرة بتثبت ان انت ابن النادي الاهلي يا ابن قلبي. معلول يا برشا يا برشا عليك يا معلول. يا معلول يا اللي مهما اتكلم فيك واقول ان انت حقيقي، عارف بتفكرني بمين يا معلول؟ بالجيل الذهبي، جيل بقى ابو تريكة ومحمد بركات. انت بتفكرني حقيقي بالجيل ده يا معلول. ولائك كل اللعيبه عندهم ولاء للنادي الاهلي، بس معلول مختلف. معلول ولاؤه للنادي الاهلي غير كل اللعيبه. تحس ان معلول مولود في النادي الاهلي بجد حقيقي. تحس ان معلول نزل ومولود وهو في النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي، واحنا بنعشق علي معلول. انا في كومنت دلوقتي انا لو قريته بصوا مش قادره اقول لكم على الضحك اللي هيجي عليه. في كومنت من حصاله المجموعه. خلاص خلينا نتكلم، انتوا بقى ردوا على الكومنت ده. ويبقى الزمالك زعيم افريقيا. زعيم افريقيا ايه يا شيخ؟ يا شيخ زعيم افريقيا ايه يا شيخ؟ يا شيخ شفناكم فين في افريقيا؟ يا شيخ انتوا موقعكم فين يا شيخ؟ بالله عليكم انتوا فين يا حصلت المجموعه؟ اذا كان في الدوري ولا في افريقيا، ولا انتوا فين اساسا؟ ولا في كاس ولا في سوبر ولا في العاب الصالات؟ انتوا فين؟ انتوا فين؟ كاس الكرامه هو ده الحاجه الوحيده اللي خرجتوا بيها الموسم ده، كاس الكرامه. الله اكبر عليكم حقيقي حقيقي بجد ما شاء الله. في العاب الصالات اربع بطولات، وغير كده وبس في كرة القدم كاس الكرامة. ما شاء الله ما شاء الله. انا كنت عايزة اتكلم عن الاهلي بس الصراحة هما اللي بيخرجوا الواحد عن شعوره. نعمل ايه يعني؟ نشرح بقى المباراة، ندخل على شرح المباراة. في دقيقة 8 الحلويات والاسيستات الروعة من كهربا، كان في تفويته لحمدي فتحي ويقوم جايب الهدف الرائع بيرسي تاو 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 المعلم تاو. اخطر كرة للترجي في الشوط الاول او في المباراة كلها تقريبا كانت في الدقيقة 12، وهي كرة وحيدة تقريبا اللي هي خطيرة جدا، وصدها الشناوي ببراعة. يعني هي لا هو ما صدهاش الشناوي، هي كانت بره بس الشناوي برضو كان رايح معاها. في الدقيقة 26 انفراد لكهربا، ضيع كهربا. انت لولا انفرادك ده كنت غيرت برضو احداث المباراة اصلا، احداث الشوط الاول. في انذار لحمدي فتحي في الدقيقة 41. حمدي يا حمدي بقالك كام ماتش يا حمدي كده متعصب؟ اهدى يا حمدي. ليه؟ لان انت نجم، انت بتبقى نجم في المباراة، فانت مش مستاهل ان انت مثلا تاخد كارت احمر او حاجة زي كده بسبب تصرف ساذج. احنا مش عايزين حاجة زي كده، ورغم ان انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، نادي المبادئ والاخلاق اللي ما ينفعش يطلع منهم حاجة زي كده. كل اللي انا تعالوا بقى اقول لكم على ملاحظات الشوط الاول. الاهلي تقريبا ايه، الاهلي كان مستحوذ على الشوط الاول اصلا. الاهلي كان بيهاجم وبيدافع، وغير كده الاهلي مش رايح عشان يتعادل، الاهلي رايح عشان مكسب، وحاطط قدامه ان هو عايز يكسب. ممكن يكون ما كانش حاطط قدامه النتيجه دي، بس هو كان حاطط قدامه ان هو رايح يكسب على ملعب الترجي ووسط جمهور الترجي. الاهلي رايح يكسب. دفاعنا كان كويس في مباراة النهاردة، ما خليناش الترجي يعرف يكسب، ان هو يمسك كورة اساسا. واصلا هو الترجي ما كانش ظاهر في المباراة كلها بسبب النادي الاهلي اللي كان مغطي عليه. ديانج ومروان وحمدي فتحي خط وسط النادي الاهلي. خط وسط النادي الاهلي رمانة ميزان النادي الاهلي. خط وسط النادي الاهلي الثلاثة دول والخط الوسط عموما، انا دايما بقول ان هما لازم يديروا المباراة صح، لان المباراة معتمدة 50% يعتبر على خط الوسط، وال50 التاني بقى على الهجوم والدفاع. بس كل اللي انا هتكلم عليه ان خط الوسط النهارده كان عامل اللي عليه وبزيادة كمان. خط الوسط في الدفاع تلاقيه، في خط الوسط ذات نفسه تلاقيه، وكمان في الهجوم تلاقيه. فمبروك للنادي الاهلي فوزه النهارده بال3. لو ما كانش كهربا ضيع الانفراد كان ممكن بنتكلم دلوقتي على يا ترى هنخرج بكام هدف. لو كان كهربا كنا هنخرج من الشوط الاول ب2، فاحنا كنا بنتكلم بقى في حكايه ايه، طب كام هدف بقى هنخرج من مباراه النهارده. بس برضو الكهربا اللي بيضيع وبيحرز، كهربا بيعمل اسيست وبيضيع وبيحرز، فانتوا اللعيبه كلها بتبقى شغاله في المباراه. وبص يا كهربا انت تعمل اللي انت عايزه. دي الكلمه اللي انا عايزه اقولها، كهربا براحته، كهربا يعمل اللي هو عايزه، كفايه اللي هو عامله مع الفرق التانية. ايه يا جماعه ده ايه؟ الشوط التاني بقى، ندخل على الشوط التاني على طول. في الدقيقه 55 بيرسي تاو بيحرز هدف ولا اروع، بيرقص ويرقص ويرقص ويهدى
ويظبط زاويته ويظبط دماغه ويشرب كوبايه الشاي بتاعته، ويلا بينا نشوط الهدف، ويلا بينا نجيب الجون اللي خلص اصلا المباراه كلها قبل الجون التالت. الجون التاني ده هو اللي خلص المباراه كلها. ما شفتش روقان اكتر من كده. النادي الاهلي بقى بيخلينا نتفرج على المباراه واحنا اللي هو ايه، احنا بصوا مرتاحين جدا، نشرب كوبايه الشاي بتاعتنا ومرتاحين. الواحد والصراحه ولا همه امتحانات ولا همه اي حاجه، الواحد همه النادي الاهلي، الواحد همه ان هو يشوف ويتفرج على النادي الاهلي. نعمل ايه بس، حب النادي الاهلي. في الدقيقه 59 بيلعب لاعب الترجي كوره، بس كوره ايه ده، مقص، بس بيشوطوا الشناوي بكل براعه، بيشيلوا الشناوي بصوا بكل احترافيه، لان هو ده الشناوي، لان ده الشناوي اللي من ساعه كاس العالم كان بصوا بس هو ظبط بقاله بصوا من ساعه الايه الطرد. الشناوي من ساعه ما خد الطرد ورجع، مش قادره اقول لكم على الشناوي بقى فيه، وربنا يحرس الشناوي يفضل كده. هو ده الشناوي اللي واخد افضل حارس مرمى في افريقيا، هو ده الشناوي اللي كان واخد جايزه افضل حارس مرمى في افريقيا، هو ده الشناوي. والشناوي لما بيفوق فوقته محدش بيبقى قد الشناوي. الشناوي لما بيفوق فوقته مفيش واحد يقدر يقف قصاد الشناوي. وقفاته صح، طلعاته سليمه النهارده. فالشناوي، ومش بس النهارده، في الماتشات التانية، ويا رب كده دايما يا شناوي، انت وكل اللعيبه يا شناوي. الشناوي ببراعه بيطلع طلعات سليمه جدا النهارده، وبيخرج الكور وبيصد الكور بكل احترافيه النهارده. ما كانوش فيه كور كتيره جدا النهارده، بس في نفس الوقت كل اللي انا هقوله ان برضو الشناوي انت مركز في ماتش النهارده، انت مركز يا شناوي في ماتش النهارده. هو ما كانش فيه كور كتيره جدا، بس اتعودوا بقى يعني. بعد كده في اللايفات الجايه مش هنقعد نمدح في الشناوي قوي، لان خلاص هو ده الشناوي اللي احنا بقينا متعودين عليه. كهربا بيحرز هدف رائع، كهربا بيحرز هدف رائع في الدقيقه 74 باسيستم الشحات. نشرح الهدف. بصوا بقى، ديانج من نص الملعب، ديانج خد الكرة من نص الملعب ويدوس يوديها للشحات، والشحات يقوم موديها لكهربا، وكهربا يوديها للجون على طول. وبكده بتنتهي المباراة ب3-0 للنادي الاهلي، و5 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني. وبس كده، ده كانت المباراة. هنقول التبديلات بقى. طيب التبديلات هما تبديلين للترجي في الدقيقة 68 و 78. الشحات خرج دخل مكانه طاهر، وكهربا خرج دخل مكانه شريف في الدقيقة 76. محمد هاني خرج، وحمدي فتحي خرج ودخل مكانهم خالد عبد الفتاح وكندوسي في الدقيقة 83. كولر قبل هكمل لكم، وفي نقطة عايزة اقولها. بيرسي تاو خرج ودخل مكانه عبد القادر في الدقيقة 90. كولر كان نازل وكان بيفكر ان حتى هو لما يكسب ما كانش عايز، كان عايز يخرج من الماتش كلين شيت، كان عايز ان هو يخرج ان لا احنا مش عايزين فينا اي اهداف تدخل، لان احنا لما نكسب بالسكور ده على خارج ارضنا فدي حاجة كويسة جدا. كولر بعد الجون الثالث بقى حقيقي بيجرب باقي اللعيبه، يعني هو خلاص كهربا جاب الهدف في الدقيقه 74، ابتدى بقى ان هو ينزل بقى يعني تبديلاته. حتى لو لاحظنا بدأ من الدقيقه 76، فعشان كده كولر ابتدى ان هو يجرب كل اللعيبه. نتكلم عن اللعيبه كلهم، عملوا اللي عليهم، كلهم كانوا عاملين اللي عليهم. في نقطه بقى انا عايزه اقولها، ان كولر ما شاء الله اللي هو بقى بيعمله مع النادي الاهلي. كولر بقى بيوصل النادي الاهلي لحته تانية، احنا بقينا ملوك الثلاثيات. الرقم اللي انا بعشقه يا ابو 3، يا ابو 3. الاتحاد المنستيري، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، حصلت المجموعة، اوكلاند سيتي، واسوان، والقطن الكاميروني، والزمالك. يا جماعة حصلت المجموعة، انا مش محتاجة اوضح مين حصلت المجموعة، كلنا عارفين. والهلال السوداني، وغزل المحلة، وفاركو، والترجي تاني لا تاني بس بقى دي يا جماعه سيمفونيه بتتعزف بالثلاثه من كولر ولاعيبه النادي الاهلي، 12 ثلاثيه من كولر. الاتحاد المنستيري، والاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحه، الزمالك يا ابو 3، وكمان ايه الاوكلاند سيتي، اسوان، القطن الكاميروني، والهلال السوداني،
غزل المحلة، فاركو والترجي، يا هلال يا سوداني يا زمالك. نقطة التحول من اول ايه، بصوا 3-0 دي يا جماعة النتيجة الاقرب الى قلبي. ما طبعا الاقرب الى قلبي انا بس ايه ده لكل جمهور النادي الاهلي. بال3-0 في 12 فرقة كسبناها 3. ويا ترى الدور الجاي على مين؟ ان شاء الله ان شاء الله على الترجي، ان شاء الله ان شاء الله على الترجي وعلى سان داونز وعلى الباقي ده لو احنا كملنا لعبنا مع سان داونز. سان داونز هيلعب مباراة بكرة مع الوداد، وبتمنى التوفيق طبعا. احنا عارفين لمين يعني، مش محتاجين نتكلم يعني نقول لسان داونز يعني. مش فاهمة صح، مستنيين نقول سان داونز في ايه يا جماعة. بس عموما ايا كان مين اللي هيلعب مع النادي الاهلي ان شاء الله لما يوصل للنهائي، فاحنا عارفين كويس جدا ان النادي الاهلي ما بيهموش مين. النادي الاهلي ايه نازل وبيلعب على بطولة وعايز البطولة ومتأهل نفسيا وبدنيا ومش همه اي حد. والنادي الاهلي عايزه، وافريقيا عايزه النادي الاهلي، وافريقيا بتنادي على النادي الاهلي. والبطولات وفرق الصالات البطولات بتنادي عليها. بمناسبة بقى فرق الصالات يلا بينا ندخل على فرق الصالات. ده انا جايبه لكم شويه حاجات. فريق سيدات سله النادي الاهلي النهارده، فريق سيدات سله النادي الاهلي النهارده على الجزيره في تاني كسب على الجزيره في تاني مواجهه ليه في نهائي دوري السوبر بنتيجه 74-72. وكانت النتيجه ال4 أشواط لصالح سيدات النادي الاهلي. ال4 أشواط فعلا كانوا لصالح سيدات النادي الاهلي. سيدات النادي الاهلي خرجوا من الشوط الاول 22-19، الشوط الثاني 48-41، الشوط الثالث 65-49، والشوط الرابع والاخير 74-72. لتحديد بطل الدوري تقريبا قلتها في فيديوهات كتير، لتحديد بطل الدوري المفروض هيلعب 5 مواجهات. هو والاتحاد المفروض هو والجزيرة المفروض ان هم هيلعبوا 5 مواجهات. فالنادي دلوقتي سيدات الاهلي لعب مواجهتين، فلو كسب الثالثه هو كسب المواجهتين، فلو كسب الثالثه مش هيحتاج ان هو يكمل ال5 مواجهات، هيبقى خلاص مبروك علينا البطوله. يبقى وان شاء الله ان شاء الله هنكسب المواجهه الجايه وهتكون خلاص بطوله الدوري علينا احنا ان شاء الله، ويبقى وش حلو عليكم، ويبقى وش كنز الفزلوكه كنز الاهلاويه حلو على كل فرق النادي الاهلي وكل العاب الصالات للنادي الاهلي. مواجهة النهاردة دي المواجهة التانية، والمواجهة التالتة هتكون يوم الحد الساعة 6:30، هتكون يوم الحد ان شاء الله. بتمنى التوفيق لفريق سيدات النادي الاهلي، ولو سيدات الاهلي فاز في المواجهة التالتة مبروك علينا البطولة ان شاء الله ان شاء الله. فريق السلة رجال بيلعبوا 5 مباريات مع الاتحاد لتحديد بطل الدوري. برضو اول مواجهة فاز الاهلي على الاتحاد 69-62. تاني مواجهة فاز الاتحاد على الاهلي، يعني مرة كده ومرة كده. تاني مواجهة الاتحاد على الاهلي 80-62. انتوا بتعكسوا النتيجة ولا ايه في ايه؟ بس طبعا فريق النادي الاهلي كان لسه من كام يوم بيلعب في بطولة البال. اخر مباراة كانت مع الفريق الغيني والاهلي كسب 80-70، يعني نتيجة كويسة. وكمان ضغط المباريات مأثر على الفريق، والاتحاد كمان مش مضغوط زي النادي الاهلي برضو. يعني النادي الاهلي مضغوط بس الاتحاد لا مش مضغوط خالص. والمفروض الاتحاد على فكرة اتحاد السلة يعمل راحة على الاقل. ازاي ماتشين يتلعبوا ورا بعض كمان مفيش يعني على الاقل يوم ما بينهم، ده مفيش ورا بعض. فانت المفروض ما كنتش تعمل حاجة زي كده، وانت المفروض كنت عارف ان في فرقة ماتشين ورا بعض. ده ازاي ده بقى؟ الاهلي عارف يا جماعة ان هو بيلعب في بطولة زي دي، فهو خلاص بعد كده اوجستي خلاص يا جماعة هيركز بعد كده بقى، ولا هيهمه ضغط ولا هيهمه الكلام ده. وان شاء الله ان شاء الله بعد كده مفيش مباراة هتضيع مننا بإذن الله في كل الألعاب. مبروك فوزنا بال3 على ابو 3 الترجي. يا لهوي انا بعشق كلمة ابو 3، لو اقول لكم بعشقها ازاي. وكمان الترجي بقى خصم كان استراحة يا جماعة، احنا ما كسبناش النهارده بقى، ولا تقولوا لي غيابات، ولا تقولوا لي الكلام ده. في حاجة كمان انا عايزة اقولها. يا ترى
يا ترى عشان الصراحه ما اتفرجتش بقى ايه الناس طلعوا قالوا ايه بقى؟ يا ترى هتطلعوا تقولوا ايه؟ الاهلي كسب علشان تحكيم، ولا كسب عشان اصل كان في ضربة جزاء مش عارفة لمين للترجي، ده مش عارفة، ده كان في خطأ، ده كان في مش عارفة المفروض يبقى في طرد ولا مش عارفة في. هتطلعوا تقولوا ايه المرة دي؟ يا ترى هتطلعوا تبرروا مكسب النادي الاهلي بايه المرة دي؟ انا نفسي اعرف الصراحة. قولوا اللي في قلبكم، قولوا، ما كده كده عارفين اللي في قلبكم. مهما تقولوا النادي الاهلي يعني النادي الاهلي يعني خلاص هيتضايق من كلامكم، ما فيش الكلام ده. انا مش عارفه ايه كميه الغل اللي في قلبكم ده النادي الاهلي يا جماعه. ايه يا جماعه عاملين كده مع النادي الاهلي؟ الصراحه حقكم، فرقه بتكسب اي فريق بتلعب معاه بالثلاثه، ما حقكم صح ان انتوا تعملوا كده، حقهم ان هم يغلوا على النادي الاهلي برضو. وبعدين يعني كل اللي انا عايزه اقوله ان النادي الاهلي نفسي افهم عمل لكم ايه كده. كل اللي انا عايزه اقوله ان كلنا بقى هنتفرج بقى ونشوف هيطلعوا يقولوا ايه المره دي. بس طبعا احنا ولا بيهمنا ولا بنقف على اي حد ولا يقول اي، احنا كل اللي بيهمنا النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، والاعلاميين المحترمين اللي بيطلعوا يقولوا مبروك للنادي الاهلي. بس ده اللي بيهم النادي الاهلي، وده اللي بيهمنا احنا كجمهور احنا كمان. اللي بيدعم النادي الاهلي عارف كويس جدا ان النادي الاهلي بيكسب مش عشان تحكيم. وبعدين تحكيم ايه ده؟ الحكم من كينيا، تحكيم ايه بالله عليكم؟ يعني الحكم ولا هيتجم للترجي ولا للاهلي؟ وبعد ماتش بروكسي محدش يتكلم، انتوا محدش، ده في ضربتين جزاء يا نهاركوا اسود، انتوا محدش يتكلم خالص على التحكيم، انتوا بالذات محدش يتكلم على التحكيم خالص، محدش يجيب سيره تيشيرت النادي الاهلي اساسا. ايه ما ينفعش تفتحوا بقكم، انتوا اصلا مش على النادي الاهلي بس، انتوا اصلا ما ينفعش تتنفسوا حتى بعد اللي حصل. دي فضيحه بجلاجل اللي حصل لكم ده. 3-2 بروكسي اللي كنا فاكرينه اصلا، احنا ما كناش فاكرينه يعني يا جماعه، انا اصلا كنت فاكراه اصلا من بره. والله انا كنت بمتحن، كنت رزعتكم لايف، بس بمتحن، نعمل ايه بس نمتحن. الاهلي بس اللي هو اللي مهم ايه، هو كفايه الزمالك بقى كده بنرقعوا فيديوهات كده تخلص، بس امتحاناتي هتخلص بكره، امتحاني اخر يوم امتحان. بصوا بدءا من بعد بكره، بدءا من الحد، في اي ماتش للزمالك واي ماتش الاهلي هتلاقوني نطلكوا لايف وبسف على الزمالك. كل انا عايزه اقوله مبروك للنادي الاهلي بالثلاثه، مبروك للنادي الاهلي فوزه النهارده بالثلاثه خارج ارضه على رادس ب3-0 على الترجي. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله المباراه الجايه في مباراه العوده باذن الله برضو هنكسب بالثلاثه. ما تنسوش بقى طبعا الشير والكومنتات الحلوه بتاعتكم، وعايزه اللايف ده يلف الدنيا كلها. وما تنسوش طبعا اللايكات بتاعتكم وكومنتاتكم الكتيره جدا بقى، واكتبوا لي ملاحظاتكم بقى على الماتش، وكمان الشير، وكمان هسيب لكم لينك اليوتيوب بتاعي عشان تدخلوا تعملوا لي فولو على صفحه اليوتيوب، هسيبه لكم في اول كومنت، والانستا هسيب لكم الانستا، وهسيب لكم التيك توك، وهسيب لكم الكواي، هسيب لكم كل ده تدخلوا بقى. بصوا انا عايزاكم تدخلوا وتتابعوني، لان انا حقيقي مفيش يوم بيعدي عليا غير لما بنزل على كل اكونتاتي على السوشيال ميديا. فانتوا مش معقوله تبقوا متابعين الفيسبوك كنزي على الاهلاويه على الفيس ومش متابعين على الباقي. هنزل هنا وهنزل هنا، وكمان بنزل عن الدوري السعودي وكمان عن الدوري الاوروبي، بصوا بنزل عن كله. فانتوا عشان كده بقى ادخلوا وتابعوا عشان تعرفوا بقى ايه اخر الاخبار من فيسبوك كنزي الاهلاويه. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي، وانا واثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله هياخد ال11، وافريقيا يا اهلي، ال11 يا اهلي، ال11 يا اهلي. افريقيا بتعشق النادي الاهلي، والاهلي بيعشق افريقيا. مع السلامه.